سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بأبرز العناوين. الرئيس أفورقي يتلقى رسالة من رئيس زيمبابوي إمرسون منانغوا. وفد إريتريا يقدم إحاطة أمام الدورة 47 للجنة الإفريقية لحقوق الطفل. سد كركبة يشكل حافزا كبيرا لتطوير البساتين. ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران وسط شكوك في المحادثات. الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران بسبب هرمز. روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر بري يربط البلدين. السلام عليكم ورحمة الله. تلقى الرئيس أفورقي رسالة من الرئيس الزيمبابوي إمرسون منانغوا مساء اليوم 22 من إبريل بقاعة دندن، وتدعو الرسالة التي حملها مبعوث الرئيس منانغوا السفير الدكتور إيمانويل بولوكاني تدعو إريتريا إلى دعم انتخاب زيمبابوي كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وخلال اللقاء قال الرئيس إن إفريقيا قارة تمتلك ما يقدر بنحو 60% من الموارد الطبيعية في العالم، مضيفا أن إفريقيا لن تتخلص من مشاكلها إلا إذا تمكنت من تصنيع هذه الموارد محليا بنفسها ليصبح لها قيمة مضافة وليس تصديرها كما هي مواد خام. ودعا دولها إلى العمل معا لضمان حصول القارة على مكانتها اللائقة وتعزيز الصداقة والتعاون المتبادل. وصرح السفير الدكتور إيمانويل بولوكاني لوكالة الأنباء الإريترية بأنه بعد نقل رسالة الرئيس منانغوا إلى الرئيس سياس ناقشا قضايا ذات اهتمام وتعاون مشترك بين البلدين، وأكد أن الجانبين على استعداد لإجراء اتصالات مستمرة في المستقبل. هذا وحضر الاجتماع وزير الخارجية السيد عثمان صالح. قدم وفد إريتريا يضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية قدم إحاطة مفصلة أمام الدورة 47 للجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل يوم 21 من إبريل. ترأس الوفد السيد محرتاب السهية المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية بمشاركة ممثلين عن وزارات التعليم والصحة والخارجية والعدل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للمرأة وسفارة إريتريا في إثيوبيا والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حيث بلغ عدد أعضاء الوفد 15 عضوا. وقدم الوفد عرضا شاملا حول التقدم المحرز في موائمة التشريعات الوطنية مع الأطر القانونية الحديثة، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز البرامج الاجتماعية الهادفة إلى ضمان حقوق الطفل. كما استعرض التقدم في إنشاء آليات المصالحة المجتمعية وتعزيز التكامل المؤسسي، فضلا عن الجهود المستمرة لتحسين خدمات الصحة والتغذية والحماية للأطفال. وتطرق العرض كذلك إلى البرامج الرامية إلى مكافحة الممارسات الضارة ودعم الفئات الضعيفة، إضافة إلى خطة قطاع التعليم الخمسية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تم عرضها مدعومة ببيانات وإحصاءات. وفيما يتعلق بتوسيع خدمات التعليم ما قبل المدرسي، أوضح الوفد أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 فقط تم إنشاء 1800 روضة أطفال جديدة وتوظيف نحو 5000 معلم، مؤكدا أن هذه الخطوات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى بناء نظام تعليمي متين وقادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما أجاب الوفد على مختلف الاستفسارات التي طرحتها اللجنة. وفي ختام الجلسة أشاد رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالتقدم الذي أحرزته إريتريا في مجال حماية وتعزيز حقوق الأطفال، معربا عن تقديره لمشاركة الوفد الإريتري الفاعلة والبناءة. أكد المتخصصون والمزارعون أن سد كركبة قد أثر موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة، مما أعطى ذلك دفعة كبيرة لتطوير البساتين.
وصرح السيد نقدي قبرآب مسؤول مكتب الزراعة في مديرية كركبت بأن تطوير البساتين كان يقتصر سابقا على ضفاف نهري كركبت وساوة في نطاق محدود، إلا أن نقص المياه الجوفية تسبب في عرقلة بعض المزارعين، لكن مع بناء سد كركبت استؤنفت البساتين أو استأنفت التي كانت متوقفة عن الإنتاج عملها وحصدت محاصيل وفيرة. وأضاف السيد نقدي أن 650 هكتار من الأراضي تزرع حاليا بالري، وأن سد كركبت وعلاوة على التغييرات التي أدخلها على المشروع فقد أتاح فرصا لتوسيع نطاق تطوير البساتين وزيادة الإنتاج. من جانبهم قال المزارعون إنهم قبل بناء سد كركبت كانوا يضطرون إلى حفر آبار عميقة جدا وتكبد نفقات باهظة للحصول على المياه اللازمة للزراعة، وأن العديد من المزارعين توقفوا عن العمل نتيجة لليأس بسبب نقص المياه، لكن عندما تم بناء سد كركبت وتراكمت فيه كمية مياه كافية تمكنوا من زيادة إنتاجهم لتمكنهم من الحصول على المياه عن قرب. أشاد مدير مديرية جنوب دنكاليا موسى حجي محمودة بالفوائد التي يجنيها السكان من مؤسسات الخدمات الاجتماعية في المديرية، فخلال السنوات الماضية من الاستقلال استثمرت الحكومة بكثافة في مؤسسات الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك 24 روضة أطفال و16 مدرسة ابتدائية و5 مدارس إعدادية ومدرسة ثانوية واحدة، ليصبح المجموع 46 مدرسة و6 مراكز صحية و3 وحدات صحية، بالإضافة إلى مشاريع مياه شرب نظيفة في 8 إدارات ضواحي. وأوضح أن وعي المجتمع بأهمية استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية والعناية بها آخذ في الازدياد، وأن الجهود المبذولة لضمان صحة الأم والطفل قد أثمرت نتائج طيبة، مضيفا أن الأمراض وعواقبها قد تم القضاء عليها من خلال توسيع نطاق التغطية بالتطعيم. وأشار إلى أن السكان يساهمون بشكل كبير في الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق، وقال إن الأنشطة التي بدأها الأفراد في مجال التنمية الزراعية مشجعة ويجري العمل على توسيع نطاقها. وفي الختام حث السيد موسى حجي لإيجاد حل لمشكلة النقل. احتفل في أدرسر بمديرية فورتوساوا يومي 17 و18 من إبريل بالذكرى 25 لتأسيس البث الإذاعي بلغة البداويت في إذاعة صوت الجماهير الإريترية بفعاليات وطنية وثقافية متنوعة. وشهد المناسبة حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي حروي إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين ورجال الدين والأعيان، إضافة إلى ضيوف من الأشقاء السودانيين. وتخللت الفعالية ندوة فكرية ركزت على أهمية التعليم بلغة الأم ودور الإعلام في تعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب مناقشة سبل الحد من الممارسات الاجتماعية الضارة وتعزيز مشاركة المرأة في مجالي التعليم والعمل الإعلامي. وفي كلمة له أكد المدير العام للإذاعة في وزارة الإعلام السيد قرماي برهي أن إطلاق البث الإذاعي بمختلف اللغات الوطنية بعد الاستقلال شكل قراراً استراتيجياً يعكس التزام الدولة بتعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي، مشيراً إلى أن بث لغة البداوية يأتي في هذا السياق. من جهته شدد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي على أهمية تطوير البث الإذاعي بلغة البداويت وتعزيز جهود تحسين مستوى التعليم، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجهه. كما أشار مسؤول قسم البداويت بإذاعة صوت الجماهير السيد بخيت صالح إلى ما تحقق من تقدم في مضمون البرامج الإذاعية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن محدودية الكوادر البشرية خصوصا من النساء لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات. وتضمنت المناسبة تقديم 4 أوراق بحثية تناولت تطوير تعليم لغة البداويت بالحرف اللاتيني وصون التراث الثقافي والنهوض بالفنون، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع. عقد سيمينار حول زيادة الدخل الزراعي للمزارعين العاملين في الزراعة المطرية والزراعة المروية في مديرية تساني في 21 من إبريل. وقالت مسؤولة مكتب الزراعة السيدة لملم زرآي إن دخل المزارعين قد تأثر سلبا بسبب الأمطار المبكرة وانقطاعها سريعا في العامين الماضيين، ودعت المزارعين إلى اتخاذ الاستعدادات الكافية بالتعاون مع الخبراء الزراعيين.
وحث خبراء الزراعة من جانبهم المزارعين على المشاركة بشكل أكبر في برامج حفظ المياه والتربة وتمهيدها قبل فصل الخريف، لما لها من دور كبير في إثراء خصوبة التربة. أوضحوا أنه في حال عدم إزالة الأعشاب الضارة والآفات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، فإن الدخل سيتأثر سلبا، وينبغي على المزارعين أن يكونوا على دراية بالآثار السلبية للأسمدة الكيميائية على صحة الإنسان والماشية والبيئة، وأن يعتمدوا على الأسمدة الطبيعية إضافة إلى السماد الطبيعي الذي يتم تحضيره من الأعشاب البحرية بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد البحرية. وقال مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية المهندس داوود برهامي إن الإنتاج الزراعي سيزداد إذا نفذت أنشطة حفظ المياه والتربة بشكل صحيح، وإذا قام المزارعون بالاستعدادات اللازمة مسبقا. ودعا المزارعين إلى تطبيق ما يقدمه الخبراء من إرشاد لزيادة الدخل الزراعي. وقال المشاركون بدورهم إن السمينار مفيد في عملهم، وإنهم سيقومون بالمتابعة اللازمة في حقولهم لتوفير إنتاج آمن. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال فرع إقليم شمال البحر الأحمر سمينار للعمال في مصوع بمناسبة يوم العمال العالمي، وذلك في 21 من إبريل الجاري. ركز السمينار الذي عقده مسؤول الشؤون السياسية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد إدريس علي، وحمل عنوان تحديات العمال في المرحلة الراهنة، على تاريخ الحركة العمالية الإريترية خلال الحقبة الاستعمارية ودور منظمات العمال وتأثيرها في الكفاح السياسي والمسلح. وأكد السيد إدريس أن تعزيز تنظيم العمال إلى جانب زيادة الإنتاجية يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي السياسي لدى الأفراد والمجتمع، مضيفا أن مشاركتهم الفعالة أمر بالغ الأهمية. وختم حديثه بالتأكيد على أن العمل المنسق بين جميع الأطراف المعنية ضروري لتحقيق مستوى التنمية المنشود، فالعامل هو عماد المجتمع الذي يدفع عجلة التقدم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحث المشاركون من جانبهم على تكثيف هذه السيمينارات ونشر مواد تثقيفية على نطاق واسع تركز على القضايا الراهنة لرفع مستوى الوعي السياسي لدى العمال. وفي الوقت نفسه تم تنظيم حملة تنظيف في مقبرة الشهداء بأمكلو في 18 من إبريل بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي. تم في 21 من إبريل إجراء حملة تهدف إلى إثراء محتوى بنك الدم الوطني لموظفي الخدمة المدنية في الحكومة والجبهة والاتحادات الأخرى في مديرية عبد قيح. وقال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام إن حملة واسعة النطاق تجري لمعالجة نقص الدم في المستشفيات تحت شعار أنقذوا أرواحا لا تعوض بدم يمكن تعويضه. وصرح رئيس جمعية المتبرعين بالدم في المديرية سيد كيروس جبر مريان بأن التبرع بالدم ينقذ الأرواح، وأن الحملات تنظم دوريا لترسيخ هذه الأهمية. وقال مدير مديرية عبد قيح السيد هبتاي تسفازجي بما أن الحوادث تحدث فجأة، فإن الحفاظ على مخزون من الدم الضروري أمر بالغ الأهمية. وحث المشاركون من جانبهم على استمرار هذه الحملات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة لمزيد من محادثات السلام، ولكن لم يتضح ما إذا كانت إيران أو إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الحرب التي اندلعت قبل شهرين ستوافقان على ذلك. ولكن حتى مع إعلانه ما بدا أنه تمديد أحادي الجانب لوقف إطلاق النار، قال ترامب أيضا إنه سيواصل الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على التجارة الإيرانية عن طريق البحر، وهو ما اعتبرته طهران عملا حربيا. وقالت وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإسلامي إن إيران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار، وكررت تهديداتها بكسر الحصار الأمريكي بالقوة. وبإعلانه هذا تراجع ترامب مجددا في اللحظة الأخيرة عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وآخرون بهذه التهديدات، مشيرين إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من تداعيات الأزمة على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن القرار جاء بالتوازي مع دعوات لتعزيز البعثة البحرية الأوروبية في الشرق الأوسط في ظل تزايد المخاطر على خطوط الإمداد. ويأتي هذا التحرك في وقت ناقش فيه الوزراء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز منذ نحو شهرين، وهو ما أدى إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة والسلع عالميا. أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم احتفالا بإنشاء أول جسر بري يربط البلدين، والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف حسب ما أعلنت موسكو. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تطورت العلاقات بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية، إذ عمقت موسكو وبيونغ يانغ علاقتهما الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح الجسر سيشكل مرحلة تاريخية حقا في العلاقات الروسية الكورية تتجاوز أهميته بأشواط المهمة الهندسية فحسب. وسيكون بمقدور الجسر الذي يعبر نهر تومين الفاصل بين البلدين التعامل مع 300 مركبة و2850 شخصا يوميا حسب وزارة النقل الروسية. ووقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة دفاعية في 2024 تنص على تقديم دعم عسكري حال تعرض أي من البلدين لهجوم. أجرت القوات المسلحة الكندية واحدة من أكبر مناوراتها العسكرية في القطب الشمالي، وذلك في إطار جهود متواصلة لتعزيز السيادة الوطنية والاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. شارك في المناورات أكثر من 1300 عنصر من مختلف وحدات الجيش الكندي، حيث نفذت تدريبات ميدانية مكثفة استمرت لعدة أشهر، شملت دوريات باستخدام مركبات مخصصة للثلوج عبر مسافات تجاوزت 4500 كيلومتر، إلى جانب عمليات إنقاذ في البيئات الجليدية وتمارين على النقل والإمداد الجوي في ظروف مناخية قاسية. وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تتجه نحو تعزيز استقلاليتها الدفاعية في الشمال، مشددا على أن كندا ستتحمل مسؤولية حماية سيادتها في القطب الشمالي بشكل كامل في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الاهتمام الدولي بمنطقة القطب الشمالي نتيجة ذوبان الجليد وفتح ممرات ملاحية جديدة، ما يرفع من أهميتها الاستراتيجية ويزيد من حدة التنافس بين القوى الدولية. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس ياسبورغ يتلقى رسالة من رئيس زيمبابوي إمرسون منانغوا. وفد إريتري يقدم إحاطة أمام الدورة 47 للجنة الإفريقية لحقوق الطفل. سد كركبة يشكل حافزا كبيرا لتطوير البساتين. ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران وسط شكوك في المحادثات. الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران بسبب هرمز. روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر بري يربط البلدين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.